الحمد لله على السلامة. تابع اللي بيحصل في الشام. يحيى عطية الله ضابط في الدولة العثمانية، متنكر في لاعب كورة، هدفه تدمير أعدائها التاريخيين. السلام عليكم، وحشتوني. انا عارف ان انا اتاخرت وما نزلتش الفيديو بعدها بيوم زي ما قلت، بس مش مشكله، نزل بعدها ب5 ايام اهو. الفيديو اللي فات نزل بعدها بشهر، فده انجاز. المهم ما تنساش تعمل لايك والشير والتعليق والاشتراك، ويلا بينا على الماتش. بدا ماتش الاهلي والزمالك بحكمه بتقول قاعد يتمسكن لحد ما تمكن. جماهير الزمالك فضلت تقول لك هنخسر، ده ماتش عادي، هتزيط على ايه؟ هوبا تعادلوا، دخلوا بلينات، كسبوا. السوبر بقى اسمه سوبر القرن، وناصر بقى حضره الدوكمنتس. واعتمد كولر على حاجه انا مش عارفها، بس هي حاجه مش كويسه، ما انصحش اي مدرب يعملها لان اللي عملها خسر. اما جوزيه جوميز فده ماشيه معاه كده والله، وبيعديها بقوه الهيلا هوب هيلا هوب، كل الناس بتقول يا رب، وهي بتقدر وبيكسب. المهم الشوط الاول كان شوط نفسي اقولها بيضايق، خالي من التكتيك، خالي من اللعب النظيف، خالي من اللعب شخصيا. بس كان في حاجه واحده تتقال، بانت في الدقيقه 33 بعد دخول عشوائي من اكرم توفيق في وسط دفاعه ونص خنافه، ربنا يكرمه وتمشي معاه ويدخل وش رجله في خط ال 18، فالمسلوس يختار الوقت ده في محاوله ما كملتش لتضييع فرقته، فيقوم ضربه وهوبا بيلين يشوط وسام بعدها ب 10 دقائق 1-0 للاهلي، عشان بعدها ب 10 دقائق الحكم يصفر وينقذنا من القرف ده، الحمد لله يا رب. وقرر ادي لك بالمناسبه السعيده دي ملخص الشوط الاول من وجهه نظر طقم البلوفرات المتشابك بتاعي. لو معاك اللون الاخضر قول لي عشان اكمل الكوليكشن. يلا شت بين سبورت سايبه الماتش وعارضه افتتاح سوق العبور، ولا دي حنه امام عاشور حظاظه وشمه على واحد صعيدي؟ انت انمي يا عم. طبعا اول مره تفهم وتشوف معنى اسمك كان في الماتش ده، هي عشان اسمها ذات الاذنين، ما تلاقيش غير الودان دي وتقلدها. بتحبني وشايفني لاعب جامد يعني وكده؟ ايوه قشطه، يلا عشان هفشخ لك افكارك. انت ايه بقى مش شغال بشهادتك ليه؟ واخد دونبوسكو 5 سنين عشان تقعد تحفر على الوينج بدماغك كده؟ المشكله ان مستوايا زي الحركه دي هوبا مش ثابت. ايه الهبل اللي بتعمله ده؟ اكبر بقى. انا مش فاهم هم عاملين لك مقام في جنوب افريقيا ليه؟ متابعين المذهب التوتاوي باين. عيب عليك، بتسجل ليه؟ انا مصطفى ابن خالته، انا ابن خالته، انا ابن عمته، انا ابن خالته. انت هتسكت يا باشا على المهزله دي؟ لو انت هتسكت انا مش هسكت. هي امبوسيبل بنالتي فعلا. عمر جابر ضربني في ال 18، مش انت ده اكرم. هو فعلا اكرم اتضرب من عمر جابر في ال 18. القصبه دي شيخه باين، هفرزها. يا عم خلاص والنبي بقى، خلي الكاميرا مع حد غير. نتيجة زيت زيتون للشعر، لو الشعر مقصف ماشي. يلا انا اللي هشوط، بس ده بيلين لينا، بس ده بيلين، هم معوديني على كده. الحمد لله على السلامة. تابع اللي بيحصل في الشام. ما تجيب لايك ونعوض اللي فات بقى، عشان دي اللحظة اللي بقول لك فيها اثناء متابعتي للشوط الاول والثاني لفت انتباهي باك من فاصلة حسين السيد، نجم هو اللي بلعنا الجول الاول، فقرر يصلح غلطه ويشوط بيلين، قام ضيعه. اللاعب اللي جاي ينتقم لجماهير الوداد من اللي عمله محمد عبد المنعم يحيى عطية الله. وما لقيتش سبب لكل ده، وده اللي خلاني الجا للصحفي الكبير ابو المهازل. خايف اطلع لك من البلحة حاجة تانية ما شفنيش تاني. اهلا وسهلا بكم اعزائي المشاهدين في حلقه جديده من برنامجكم اسرار وخبايا المستدير، وعدت لكم باكتشافات جديده هتغير من مسار الكوري في مصر والمغرب والدوله العثمانيه، بالتحديد الحرام لك. يحيى عطية الله ضابط في الدوله العثمانيه، متنكر في لاعب كوره، هدفه تدمير اعدائها التاريخيين. فلو بصيني على ميلاد يحيى عطية الله، سنجد ولد في مارس عام 1995. 1995 هو العام الذي حدث به زلزال من أعنف الزلازل في اليونان التي لعب لها يحيى عطية الله في نادي فولوس اليوناني. فولوس اليوناني الذي فسخ عقد يحيى عطية الله بعد 6 أشهر بسبب البداية المتعثرة تعثر اليونان أمام تركيا في حرب الاستقلال التركية بعد مساعدة الاتحاد السوفيتي روسيا التي لعب لها يحيى عطية الله في نادي سوتشي الروسي. هو ايه سوبر القرن ده يا جدعان؟ مش القضية من 4 سنين بس؟ طب خد الشرق أوسطية الإقليمية. انتقل يحيى عطية الله للأهلي المصري مصر التي شاركت في حرب بلاد المورا مع الدولة العثمانية ضد اليونان وروسيا التي لعب لهم يحيى عطية الله وقدم أوسخ مستوياته. طب خد الناحية العباسية الانهزامية. وصل يحيى عطية الله مع منتخب المغرب للمربع الذهبي في كأس العالم 2022 هو العام الذي فاز به الوداد المغربي على الأهلي مع يحيى عطية الله بدوري أبطال إفريقيا قبل ما نبلعهم بعبد المنعم، وهو نفس العام الذي فاز بوسام العرش بدرجة ضابط. وسام ابو علي ويحيى عطية الله هم الذين حضروا البلينين في نهائي السوبر الافريقي امام الزمالك وتسببوا في الهزيمه.
وبيشكل خيوط إذن يحيى عطية الله ضابط في الدولة العثمانية، متنكر في لاعب كورة، هدف تدمير أعدائها التاريخيين. بشكر الكابتن الكبير اللامع مهند على الاستضافة الجميلة دي، وبوعدكم بالظهور في حلقات جديدة من برنامجكم أسرار وخبايا المستدير. سلام. الحمد لله على السلامة. الظروف بتحتم عليا احكي لك اللي حصل في الشوط التاني بسرعة. الشوط التاني كان شوط فتاء برضه زيه زي الأولاني، ما فرقش حاجة عنه، وبرضه كان في حاجة واحدة بس اللي تتحكي. في الدقيقة 77 بعد كعب مش منطقي من يحيى عطية الله يخبط في كرش واحد مش فاكره، توصل لعمر جابر اللي يدنجل بيها على الوينج ويعرضها واحدة توظيف، توصل لنصر منسي اللي هوبا 1-1 للزمالك التعادل، عشان يخلص الوقت الاصلي على كده ويروحوا يلعبوا بلينات ويعمل الشناوي كده وعمر كمال ورامي ربيع يعملوا كده والزمالك يكسب. وساعتها قرر اديلك ملخص الشوط الثاني بسرعه كده. ازاي تتفاجئ؟ ازاي تندهش؟ اوه ايه ده؟ ازاي تتخض؟ ازاي؟ هي العارضة منين؟ هي اللي لابسة هناك اصفر دي، حتى يوم ما خلوا القائم اصفر مش عاتق. يا فرحة امك بيك يا الصدمة محاولة ناجحة للتحفيل علينا. قشطة بتكلمني انا مش عارف والله، ما اتدربتش عليها قبل كده، ما دام مش مفهومة خد درس. الحمد لله على السلامه. انا جاي اقول لك شكرا وتسلم على وجودك عشان كملت معايا الفيديو لحد الاخر، وجاي اتكلم في نقطه مهمه نفسي اقولها من بدري. كرة جميله، حلو نشجع وحلو ننبسط وحلو نزعل ايا كان، لان احنا بنحب فرقنا، بس دلوقتي ما ينفعش الفرحه المبالغ فيها ولا الزعل المبالغ فيه، لان اخواتنا وجيراننا على مقربه مننا نقدر نشوفهم في التلفزيون في التليفون في ايا كان ايه الشيء، نقدر نشوف المعاناه اللي هم فيها وكم الحقد والكره اللي بيتوجه لهم، نقدر نفهم الدنيا اكتر والعالم اكتر، الناس دي بتفكر ازاي. المهم انا مش عايزك تدي اهتمامك الاكبر لكره قدم او ايا كان ايه الشيء قد ما تديه لاخواتنا، لان اللي بيحصل فيهم ممكن يحصل في غيرهم، وفي النهايه هم او غيرهم هم اخواتنا في النهايه. بس كده انا خلصت. سلام.